طفل دايما بيتعرض للتنمر من صحابه عشان شكله غريب شويه ومش زي اي طفل، وده لان عمل 27 عمليه في وشه وهو صغير. وفي اول يوم ليه في المدرسه في طفل اسمه جان بيتنمر عليه وبيقول له مين اللي عمل في وشك كده، بس بيرد عليه رد كويس وبيكسفه قدام الطلاب كلهم. وبيروح البيت وبيكون زعلان في اول يوم ليه، وتاني يوم لما بيروح المدرسه بيروح يلبس خوذه عشان يداري وشه وما يتعرضش للتنمر تاني، بس ابوه بيشيلها وبيقول له انت لازم تكون قوي، هم بيغيروا منك عشان انت اذكى منهم. وبعد ايام بيتعرف على صاحب ليه في المدرسه وبيحبوا بعض وبيفضلوا يلعبوا مع بعض، وبيبدا يحب المدرسه بسبب صاحبه. بس برضه جان بيفضل يتضايق فيه ويتنمر عليه قدام زمايله كلهم، والمدرسه بتطلب من الطلاب كلهم كل واحد يعمل مشروع، فالولد وصاحبه بيعملوا مشروع وبيبقى احسن مشروع اتعمل في المدرسه، اما جان يتنمر عليه بيعمل مشروع بايظ والمشروع بتاعه بيفشل. وبعد ايام بياخد احسن واذكى طالب في المدرسه كلها، وزمايله كلهم بيكونوا زعلانين عليه وبيكونوا فرحانين عشان طيب وذكي ويستاهل، وبيتعرف على اصحاب كتير ليه وبيخرجوا مع بعض وما بيخافش يدخل بمدرسه بوشه من غير ما يلبس حاجه.